اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباح الفل، صباح القشطة، صباح الهنا على حبايب قلبي، احلى متابعين في الدنيا. يا رب خليكم ليا. حطوا اللايك بقى، حطوا اللايك للفيديو الجميل ده. معانا هنا 5 فرخات، 5 فرخات، 5 فرخات يا حبايبي بقى معانا. هنذبحهم بقى النهارده ونملى الفريزر. والله انا ما رضيتش اذبح الفراخ كلها، قلت كفايه 5 النهارده. انا مش بخمس في وشكم والله، اقسم بالله. لا لا لا، ده انتوا كلكم خير وكلكم بركه وكلكم هنا وكلكم بتاكلوا وكلكم احلى حاجه انتوا. بصوا الفراخ بتاعت النهارده بقى كمني اهتميت بيها المره دي جامد. بصوا معايا الفرخ، بصوا رجله نضيفه ازاي، بسم الله ما شاء الله. والوزن بتاعه حلو قوي، لسه ما كملوش 40 يوم والوزن بتاعهم ما شاء الله 3 كيلو، 3 الا ربع، 3 الا 100. بصراحه يعني وزنهم حلو قوي. ما كملوش 40 يوم. بس اهم حاجه حبايب قلبي تحطوا اللايك بقى وتشتركوا في القناه، عشان الفراخ بتاعتنا حبايب قلبنا دول. بصوا الفرخ صدره عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. صدر الفرخه مربع، وكمني مهتميه بيهم المره دي بجد، مهتميه بيهم قوي. فتلاقيني يعني ايه، تلاقي الصدر بتاعهم حلو والورك بتاعهم حلو. يعني خليكي اهتمي بحاجتك وحاجه بيتك، هتلاقي فيها بركه وهتلاقيها. بصوا مش عايزه اقول لكم بقى، حطوا اللايك، حطوا لايك اهم حاجه بقى، وشاركوا الفيديو معايا واسمعوا الفيديو كله عشان هتستفادوا بقى بحاجات حلوه قوي. طبعا يا حبايب قلبي انا هجيب بقى املى الحله دي ميه عشان اصمت الفراخ بتاعتي، يعني انضف الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين. طبعا انا هحط بقى الميه على النار، بس اهم حاجه الفراخ. بصوا عايزين يطيروا عليا، عايزين يطيروا. بحبكم في الله. باشا حبايب قلبي، بصبح عليكم بقى صباح الفل. الواحد قايم من النوم كده ايه، مفوق ومروق كده. بص بقى، انا جبت الميه بقى وهجيب بقى، بقول لك عشان ما تشميش ريحه الفراخ وانت بتصمتيها، حطي عصوري ليمونه او ليمونتين، كتري ولا تستخسري. ماشي يا حبايب قلبي، حط ليمونتين كده في الميه، من ناحيه من ناحيه يعني مش هتخلي الحله تسود معاكي، ولا هتخلي تشمي ريحه الفراخ كده مش حلو. هرفعها بقى على النار تغلي، بس انا مش عايزاها بقى تغلي تقلب كده في الغليان عشان الفراخ ما تتهريش مني. ماشي، انا هذبح الفراخ وارجع لكم تاني يا حبايب، عشان طبعا انتوا عارفين اليوتيوب مش بيحب الذبح. فانا هذبح الفراخ وارجع تاني. ماشي يا حبايبي، بس حط اللايك بقى، حط اللايك، كومنت حلو، صباح الفل. يلا يا حبايب قلبي، انا هذبح الفراخ وارجع لكم تاني. اوعوا تغيروا المحطه ولا تروحوا في اي حته. ماشي يا حبايب قلبي، الفيديو بتاعنا حلو قوي النهارده ومش طويل ولا حاجه، انا مقصره الفيديو معاكم. يلا حبايبي بحبكم في الله. هنا بقى ذبحت الفراخ ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد الفراخ ما ايه، ما ذبحتها كلها. وحطيت الميه على النار، طبعا سخنت. طبعا قبل ما تصمت الفرخه كده، اشطفيها بس من الدم كده تحت الحنفيه عشان ما تغمقش بس معاكي الميه كده، لان الدم بيغمق الميه. ماشي يا حبيبي، وخلي لحم الفراخ يعني ايه، يسمر شويه. يعني اهم حاجه تشطف الدم وخلاص، يعني بقول لك اشطف الدم. هنا بقى صمتها كده ونزلت بقى بميه بارده كده تحت الحنفيه علشان ما تتسلخش مني. ماشي، ماشي يا حبايبي اهو. وجبت بقى كيس بقى احط فيه ايه، الريش بقى والحاجات اللي بتطلع من تنظيف الفراخ. طبعا انا هنضف معاكم الفرخه دي يا حبايب قلبي وافتحها معاكم كل حاجه، وبعدين ايه هنضف بقى الباقي مع نفسي، عشان طبعا مش عايزه اطول عليكم الفيديو قوي عشان ما تزهقوش مني. ماشي يا حبايب قلبي، بقالي 4 سنين عامله القناه دي. يا رب يا رب يا رب كده ايه، تحطوا لي اللايك وتبصوا لي بعينكم الحلوه ديت، وربنا يسعد قلوبكم يا رب. لو سعدتوني بكومنت حلو ربنا يسعد قلوبكم يا رب. ماشي يا حبايبي. هنا بقى بنضف الفرخه. الفراخ البيضه دي يا جماعه ما بتاخدش تنظيف خالص، ما بتاخدش تنظيف، اسهل ما يمكن الفراخ البيضه في التنظيف بجد والله. بصي في ثواني بتلاقي الفرخه معاكي راحت زي القشطه اهو. يعني ما بتاخدش وقت ولا حاجه، وما تستصعبيش حاجه. وربها في بيتك، والله لو ربطيها في بيتك هتستمتعي بيها جدا جدا، عن ما تشتريها كده ايه ما انتش عارفه مصدرها ايه، متربيه في ايه، واخده حبوب، واخده حقن، واخده حاجات من دي. والله انا ما بستطعم الفراخ. انا عندي واحد بجيب منه الفراخ، لو ما كانتش فراخ بيتي يقول لي مش فراخ بيتي. بصراحه انا بحبه علشان كده. لما بيبقى عنده فراخ بيتي بيرن عليا ويقول لي انا عندي فراخ بيتي، الفراخ اللي عندي بيتي. وما عندوش فراخ بيتي يقول لي الفراخ ديت مزارع كده يعني. اما بكونش مربيه. ماشي يا حبايبي، لكن لما تربيها في بيتك بقى تبقى فيها بركه. تحطي بقى تقسمي كده وتحطي في الفريزر كده، وتطلعي منها كده وتاكلي وتطبخي وتتهني كده حبايب قلبي، بتبقى حلوه قوي. الحاجه في البيت برضو بتسترك. ربنا يسترنا جميعا يا رب العالمين. لو جاي عندك واحد ضيف،
لو مثلا ما عندكيش اي حاجه تعمليها النهارده، تطلعي فرخه تعمليها، طلعي نص فرخه تعمليه، تعملي طبق بانيه، تعملي طبق شاورما، بتنفع معاكي في كل الاحوال. ماشي يا حبايب قلبي، كل حاجه في البيت بتنفع لما تخزني الحاجه، او ان انت تحطي الحاجه في الفريزر كده. بصراحه يعني الواحد بيبقى باله مرتاح وبيبقى مبسوط قوي في الحاجات دي. لما بيبقى معايا ايه عندي حاجه في التلاجة، بصراحه ببقى مبسوط. التلاجة فاضيه بقى من اللحوم واللحمه والسمك والحاجات دي، ببقى زهقانه بصراحه. الصبح طبعا لازم تدوري بقى هتعملي ايه، تروحي تشتري فرخه، تروحي تشتري لحمه، تروحي تشتري سمك، لازم. لكن لما تبقى الحاجه موجوده، حتى لو قمت متاخره من النوم، بتقومي شد فرخه كده من الفريزر، حطها في شويه ميه تفك، معلقه عليها، عامله صينيه بطاطس، عامله عاملاها شاورما، عامله اي حاجه تشويها كده يعني. بصوا بتبقى جاهزه في كل الاحوال. زي شايفين الفرخه زي القشطه ازاي. جيت بقى على الضوافر بتاعه الرجول. انا هعمل الرجول، انا بحب الرجول وبحب كمان الدماغ، بس مش بحبها يعني ايه، انا برميها كل مره. بس يعني المره دي انا هعمل ايه، دماغين ولا حاجه ولا ثلاثه. عايزه ترمي الدماغ ارميها. بس طبعا انا عندي مالك بيحب الدماغ. ماشي يا حبايبي، فانا خليت له دماغ او اتنين كده. طبعا هنضف كل الكميه اللي معايا وارجع لكم تاني. هنا بقى نضفت كل الكميه كده زي ما انتم شايفين، لميت بقى الزفاره ولميت الريش، وصبنت بقى الرخامه وصبنت الحوض كده بالبريل، وظبطته كده علشان طبعا الزفاره، وعلشان كنت منضفه طبعا عليه، وحاطه الفراخ عليه وكده زي ما انتم شايفين. هنا بقى الفراخ بقى معايا زي القشطه، انا غسلتها شطفتها مرتين ثلاثه، وهشطفها كمان مرتين ثلاثه زي ما انتم شايفين. يعني اهم حاجه عندي غسيل الفراخ. غسيل الفراخ يخلي شوربتك وانت بتعملي شوربه كده، تخلي ريحتها حلوه، وانت بتطبخيها بتخلي برضو الريحه حلوه. اهم حاجه الغسيل بتاع الفراخ. يعني بص، مش عايزه اقول لك الغسيل هو عليه العمل كله. يعني بص، اغسلي حاجتك حلو ونضفيها كده من الزفاره ومن اي حاجه وحشه فيها، هتلاقي بقى ايه، الاكل بتاعك كده ريحته طالعه. والله كل العيال ما ينزلوا يقولوا في ريحه حاجه حلوه يا تيتا، تعملي ايه يا تيتا، ريحه حاجه حلوه يا تيتا، اقول لهم والله بسلق فرخ، والله بشوي فرخ، يعني يقولوا لي والله ريحتها حلوه قوي يا تيتا. فطبعا لازم يعني تشطفي الحاجه حلو وتظبطي الحاجه حلو كده، تحطي ايدك في قلبها كده وتغسليها، اغسليها تمام كده، ومشي ايديكي في قلبها من جوه، وظبطي كده. وعندك الميه هي بقى، يلا خلي الميه جاريه عليهم كده، اشطفي الكوب، اشطفي الكوب. يعني بصي خليهم زي القشطه كده. بعد بقى ما تخلصي بقى وخلصتيهم كده زي الفل زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي اهو. بصوا الفراخ زي القشطه قدامكم اهي، حلوه قوي، الوزن بتاعها جميل جدا، والله العظيم انا مبسوطه بهم اول مرات. بس بصراحه يعني انا مهتميه بهم اول مرات، علشان كده طالعين معايا حلوين وناجحين ان شاء الله. وان شاء الله الدوره الجايه انا هصورها معاكم من اول الكتكوت لغايه ما يبقى إيه هيتاكل يعني، ما يبقى فرخ. من اول الكتكوت لغايه ما يبقى فرخ. نزلت بقى بحبه من الدقيق. الدقيق بقى عامل اساسي للزفار. الطحين يا جماعه الدقيق يعني الفينو اللي احنا بنعمل منه الكيكه. حط بقى شويه كده حلوين محترمين، يعني كوبايه كده من الدقيق وكوبايه من الملح، وسيبي بقى ايه الفراخ بتاعتك بقى هتسرد اي دم فيها او اي زفاره فيها او اي حاجه مش حلوه فيها. يعني بصي، وكتري بقى ليمون، كتري ليمونتين ثلاثه كده، عصريهم كده يا حبايب قلبي، ودخليهم بس كده في قلب الفراخ كده، وسيبي الفراخ بتاعتك تتنقع بقى شويه كده. والله انا سبتهم لما اتغدينا والحمد لله وصلينا والظهر وصلينا العصر وظبطنا كده، وبعدين قمت بقى بعد ما صليت العصر، يعني انا ايه اتغدينا وبعدين صلينا. انا صليت الظهر الاول وبعدين صليت العصر. ماشي يا حبايبي. وقمت بقى بعد ما صليت العصر، قمت بقى قلت بقى بس اقوم بقى اكيس الفراخ بتاعتي، ريحتها حلوه قوي. بصوا ملهاش اي ريحه مش كويس بجد، والله العظيم ريحتها حلوه قوي. بس اهم حاجه بقى، بصوا بقول اعيط لكم عشان تحطوا اللايك يعني ولا ايه؟ اعيط لكم؟ حطوا اللايك بقى وحطوا كومنت حلو. يعني بتستخسروا تحطوا كومنتات ليه يا جماعه؟ حرام عليكم حرام عليكم. بصوا شايفين الفراخ بتاعتنا قطعناها بقى، سيبنا 2 سلام كده زي ما انتم شايفين، عشان اعمل منهم بانيه، اعمل منهم شاورما، اعمل منهم اللي انا عايزاه. اوكي يا حبايبي، شايفين الفراخ بتاعتي زي القشطه زي القشطه. هنا بقى فرخه، ودول فرختين، ودول فرختين سلام. وانا الكبد والقوانص بقى تعمليها زي ما انت عايزه.
والفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص بقى دلوقتي. والرجول بقى حبايبي، انا بحب الرجول قوي، وكمان بالذات لما تبقى مشويه في الفرن على صينيه بطاطس ولا اي حاجه. اشوفكم بقى في فيديو جديد، بس اهم حاجه تحط اللايك. بصوا، ادي واحد اتنين، يعني شلت 3 دماغي كده زي ما انتم شايفين. يلا حبايب قلبي، اشوفكم في فيديو جديد. وبصوا، بالله عليكم ما تنسونا في اللايك والاشتراك. هتنسونا؟ انا عارفه ان انتم مش هتنسونا. حبايب قلبي حبايب قلبي، اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.